ايه كميه قله الادب اللي موجوده في الافلام دلوقتي؟ افلام زي ولاد رزق وريستارت واخرهم الهنا ان انا فيه، ازاي متصنفه افلام عائليه والناس تدخل عادي السينمات ومعاهم اطفالهم ومعاهم عيلتهم مش عارف ايه ويتحطوا في موقف محرج جدا. الحقيقه ان الموضوع ده متواجد طول عمره في السينما، بس دلوقتي زاد عن حده. وبرضه انا متفاهم وجهه نظر شركات الانتاج عندنا، اللي هو لا، هو بالنسبه له طب انا يعني فيلم ما فيهوش مشاهد خارجيه ليه اخسر فلوس؟ لان طبعا انت لما تيجي تصنف فيلم زي 18 او الكبار فقط بشكل عام، انت عندك العائلات خلاص كده، هو اكتر حاجه بتكسب فلوس في الافلام او في الاعياد او في اي موسم بشكل عام في السينما هي العائلات، فانت خسرت اكبر كارت وقت الناس بتعمل ارباح للفيلم. انا مقدر كل حاجه، بس في النهايه انت لما هو يطلع من الفيلم متضايق ومحرج واتحط في موقف مش لذيذ سواء مع عياله او سواء مع اهله، انت كسبت التذكره بتاعته، بس هو ما يطلع على النت يشتم في الفيلم يعمل سمعه سيئه جدا عن الفيلم، ما انت برضو بتخسر ناس كانت هتنزل تتفرج عليه. فالعمليه هي يعني هي نفس النتيجه. الموضوع محرج والموضوع زاد عن حده وموضوع غريب، فبرضه نلف وندور ونجري ورا بعض وفي الاخر نوصل لحته اللي هو لا انا مش عامل مشاهد خارجيه. لا، هي العمليه كلها مش في المشاهد الخارجيه خالص، في حاجات اقوى كتير من المشاهد الخارجيه، في افكار معينه بتتزرع في الفيلم، في ايحاءات مش عارف، في الفاظ، في حاجات اكبر بكتير من حته اللي هو لا يا عم ما فيش حاجه، ما كله ما هي مش كده اصلا. هي العمليه كلها مش حته الصوره، لا، في حاجات اقوى من الصوره، في حاجات بتتقال، في حاجات بتتناقش، في شخصيات معينه تظهر، في واحد يقلب تصنيف الفيلم يا اما يتمسح. في النهايه اتمنى الموضوع ده يتحل في اقرب وقت. وبس كده، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.